في هذا العالم هناك أشياء كثيرة تبقى غامضة وتحيط بها الألغاز، من الظواهر الطبيعية الغريبة إلى الأحداث التي لا تفسير لها. يبقى الفضول لدينا يدفعنا لاستكشاف المزيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمي فضلاً وليس أمراً. الموت والسحر الأسود عالمان غامضان يرتبطان بالخوف والمجهول. السحر المدفون في المقابر هو من أخطر أنواع السحر الأسود، ويعتبره الكثيرون مصدراً للرعب والقلق. من أشهر مصطلحات هذا النوع من السحر عمل مدفون في قبر، سحر مدفون في كفن ميت، وعمل على عظم ميت. هذا السحر يتميز بصعوبة الوصول إليه، وخطورته تتأتى من جن المقابر الذين يعتبرون من أخطر أنواع الجن وأكثرهم إيذاءً للإنسان. يعتقد الكثيرون أن السحر المدفون في المقابر يستخدم لأغراض متعددة، مثل جلب الحب أو التفرقة بين الأزواج أو التسبب في المرض وحتى الموت. أعراض هذا السحر تشمل الكآبة، الميل للعزلة، الغضب الشديد لأتفه الأسباب، والشعور المستمر بالإرهاق والتعب. بعض الأعراض الفريدة لهذا النوع من السحر هي رؤية الأموات وسماع صراخهم، ورؤية الأراضي الزراعية أو التراب باستمرار. الشخص المسحور قد يشعر بضيق شديد عند النوم وزغللة في العينين، ويميل للبقاء في البيت ويشعر بالضيق عند الخروج. أنواع السحر الأسود المرتبط بالمقابر تتعدد أيضاً. يمكن أن يكون السحر مدفوناً في المقابر، في كفن الميت، أو حتى مكتوباً على عظام الميت. السحرة يفضلون دفن السحر في المقابر لأن جن المقابر من أكثر الجن إيذاءً، وأيضاً لأن المقابر بعيدة عن العمران والسكان، مما يصعب مهمة فك السحر. هناك نوع آخر من السحر يدعى سحر الترسال، وهو استخدام أدوات غسل الميت وماء الغسل لعمل السحر الأسود. هذه الأدوات تشمل الإبرة التي يتم بها إغلاق كفن الميت، الصابونة التي يتم غسله بها، والمشط الذي يستخدم لتصفيف شعره. ماء غسل الميت يعتبر من أخطر أدوات السحر، ويستخدم للتفريق بين الزوجين أو للتسبب في العقم. السحر المكتوب على عظام الميت هو أيضاً من أخطر أنواع السحر الأسود. يقوم الساحر بكتابة التعاويذ والطلاسم على عظام الميت، ثم يعيد العظام إلى القبر لدفن السحر. يستخدم هذا السحر لأغراض عديدة مثل الجلب والانتقام. في العالم العربي، وخاصة في المغرب، الجزائر، وتونس، يعتبر السحر المدفون في المقابر مشكلة كبيرة. يتم اكتشاف الكثير من أعمال السحر المدفونة في المقابر، مما يعكس مدى تفشي هذه الظاهرة. السلطات المحلية والجمعيات تطالب بزيادة الرقابة على المقابر للحد من هذه الممارسات وحماية حرمة الموت. تذكروا، هذا ليس مجرد خرافة. السحر المدفون في المقابر هو حقيقة تؤثر على الكثيرين. حافظوا على حرمة الموت وانتبهوا لأي تصرفات مشبوهة.